قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناة. بيبدأ الفيلم بسونيك اللي كان بيهرب من ناس بتطارده وبيروح وده لأن البومة دي هي اللي بتحميه من القبيلة اللي بتطارده، وفي المرة دي بيكون عدد الناس اللي جايين وراه كتير، بتقرر إنها تهرب ولكنها بتتصاب وبتقع. تفتح بوابة بواسطة خاتم سحري وبتدخل سونيك فيها علشان القبيلة ما تمسكهوش، وبتضحي هي بنفسها. لسوء حظ سونيك بيكون نزل على كوكب الأرض. بعدها سونيك بيعدي من قدام ضابط اسمه توم، وبتكون سرعته كبيرة جدا لدرجة ان الرادار ما بيلقطش سرعته. بعدها بيعدي من قدامه تاني وتالت علشان يرخم عليه. بعدها بينزل يشوف فيه ايه، بيلاقي شعراية شكلها غريب لونها ازرق، فبياخدها وبيمشي، وطبعا دي بتكون شعراية سونيك. بعدها راجل عجوز راح اسم الشرطة وقال ان هو شاف كائن فضائي، وطبعا كل اللي هناك افتكروه مجنون، وقرروا انه يعمل فخاخ لسونيك علشان يمسكه ويثبت ان هو مش مجنون. ولكن بسبب سرعة سونيك ما بيوقعش في الفخاخ دي، والراجل العجوز هو اللي بيقع فيها. بعدها سونيك راح بيت الضابط توم، وده لانه بيراقبه من حين لاخر، وبرضه لانه بيشعر بالوحدة، بيحس ان هو مش هيلاقي اصدقاء خالص على كوكب الارض. بعدها بيروح الملعب وبيلاقي مجموعة أصدقاء هناك، وبيحزن أكتر لأنه ما عندوش أصدقاء، فبيقرر يلعب مع نفسه. ولكن سرعان ما بيزهق وبيقعد يجري حوالين الملعب بدون قصد. بيطلع منه شحنة كهربائية كبيرة بتدمر كل الحاجات اللي بتشتغل بكهرباء في المدينة، كمان بالإضافة إلى الأقمار الصناعية اللي فوق المدينة. فبيخاف سونيك من اللي حصل وبيهرب. بعدها توم بيلاقي إن الشعراية اللي لقاها من فترة بتنور، وده غريب لأنها ما كانتش بتنور لما لقاها أول مرة. بعدها بيجتمع مجموعة من السياسيين علشان يعرفوا سبب الدمار اللي حصل، وبيكونوا مفكرين إن في سلاح جديد بتمتلكه دولة تانية، وبيكلفوا دكتور روب إنه يعرف سبب الدمار اللي حصل في المدينة، وده لأنه ذكي جدا وعنده روبوتات شبه خارقة. بعدها دكتور روب بيبعت الروبوتات بتاعته في كل حتة في المدينة، بتشوف آثار أقدام غريبة، ولما بيشوفها إيجمان بيعرف إن اللي بوظ المدينة كائن فضائي. بالمناسبة إيجمان هو الدكتور روب، وبيبعت روبوتات تاني عشان تدور على الكائن ده، والمرة دي بيكون معاهم جنود من الجيش الأمريكي. لما سونيك بيشوفهم بيروح الكهف بتاعه بسرعة علشان يلم حاجاته ويخرج من الغابة، ولكنه فكر تاني وقرر يروح مخزن توم، وده لأنه قريب منه وفي نفس الوقت بعيد عن الأنظار. بعدها توم بيتفاجئ لما بيشوفه في المخزن بتاعه، وبيضربه بحقنة مخدرة. وبيكون سونيك ماسك خاتم من الخواتم السحرية اللي بتفتح بوابات لعالم تاني ولأي مكان هو عاوزه، وبيقع منه الخاتم ده. بيقرأ آخر حاجة كانت مكتوبة على التيشيرت بتاعتهم، وهي سان فرانسيسكو، فبيتفتح بوابة لسان فرانسيسكو وبيقع فيها باقي الخواتم السحرية. بعدها بيفوق سونيك وبيكون توم مندهش جدا انه بيتكلم. بعدها سونيك بيقول له على كل حاجه، انه استخبى في المخزن بتاعه عشان الجيش ما يشوفوهوش، وده لان الحكومه لو مسكته هتعمل عليه تجارب وده هيموته. ولكن وقتها اثار اقدام سونيك بتكون بتودي لبيت توم، وطبعا إيجمان بيكون ماشي ورا اثار الاقدام دي. في البدايه توم كان هيسلم سونيك، ولكنه رجع في اخر لحظه وقرر انه يساعده. بعدها طلع بره علشان يطرد الدكتور إيجمان، ولكن الدكتور بيبعت الروبوتات بتاعته في كل البيت، وسونيك لما بيشوفها بينزل الدور الأرضي، وده بيخلي الدكتور إيجمان يسمعه وبيدخل علشان يشوف فيه ايه. ولما بيدخل وبيشوف سونيك، توم بيضربه وبياخد سونيك وبيهرب. بعدها مساعد الدكتور روب جه علشان يفوقه، ولكنه بيعاتبه لأنه ممشيش وراهم وسابهم يهربوا. بعدها سونيك بيقول لتوم ان لازم يروح يجيب الخواتم من سان فرانسيسكو، وده علشان يهرب من كوكب الارض. فبيفتح توم العربية علشان سونيك ينزل، وبيتفاجئ من سرعته الخارقة. ولكن سرعان ما سونيك بيرجع تاني وبيقول انه مش عارف طريقها، فبيركب معاه العربية وتوم بيقرر يوديه هناك. وفي طريقهم توم نزل يعمل مكالمة تليفون، وسونيك شاف ناس عمالة ترقص فقرر ينزل يرقص معاهم. ولما توم رجع ما لقاش سونيك، ولما دور عليه لقاه في البار، وكان متخفي كده علشان ما يلفتش الانظار. وكان في 3 جايين يتخانقوا مع توم لانه شافوا شكله غريب ومش من البلد. ولما سونيك استفزهم البار كله كان عايز يتخانق معاهم، ولكن سونيك ربطهم كلهم في بعض ووقعوا وهربوا هما الاتنين من البار. تاني يوم الصبح هما رايحين لسان فرانسيسكو، لسوء حظهم كان في عربية تبع إيجمان بتطاردهم، ولكن سونيك بينزل وبيدمرها بسهولة، وكمان بيقعد يرقص قدامها. فبيطلع منها عربية أصغر بتضرب عليهم قنابل كهربائية، فبياخد سونيك واحد من القنابل دي وبيرميها على العربية وبيدمرها. ولكن بعدها بيطلع منها روبوت اصغر فبيدمروا سونيك بسهوله جدا. فبيطلع منها هليكوبتر صغيره خالص بتطلع ليزر وبتدمر سقف العربيه، فبياخدها سونيك وبيلاقي انها انكسرت بسهوله جدا، ولكن بيلاقي انها كانت فخ اصلا وانها قنبله، وكمان لازقه في ايده ومش راضيه تطلع. ولما توم جه يساعده لزقت في ايده هو، فخدها سونيك وحطها على صخره وبتنفجر فيه.
بعدها ايجمان لقى شعرايه من شعر سونيك وكان سعيد جدا، وده لانها اولا فيها طاقه كهربائيه عاليه وكمان هتخليه يعرف يعمل مركبه بنفس سرعه سونيك. بعدها توم بيعرف مادي على سونيك، بيروحوا التلاتة لسان فرانسيسكو وبيكونوا حاطين سونيك في شنطة مهندقة كده علشان محدش يشوفه. بيروحوا على المبنى اللي لقوا الخواتم وقعت عليه، ولما بيروح سونيك فعلا بيلاقي الخواتم، ولكنه بيلاقي دكتور روب كمان بيرمي عليه صواريخ كتير. بيزق توم ومادي من على المبنى وبيتفادى كل الصواريخ دي، ولكن بيكتشف ان مركبة الدكتور ايجمان بنفس سرعته، وده لانها طبعا بتستخدم الشعرية بتاعته. بعدها سونيك بيقع من على المبنى وبتقع منه كل الخواتم، وبياخد واحد منها وبيفتح بوابة لتوم ومادي علشان ما يتأذوش، وبينزل يلم الخواتم وبيمشي. وطبعا الدكتور ايجمان كان بيطارده، وسونيك كان مستغرب جدا ان السفينة بتاعته بنفس سرعته، فبيحاول يفتح بوابة تانية يهرب منها من كوكب الأرض، ولكن دكتور إيجمان بيضرب عليه صاروخ. بعدها توم بياخد خاتم من الخواتم دي وبيطلع ورا الدكتور إيجمان، ولكنه بيقع من على المركبة. بعدها سونيك بيلاقي إن المدينة كلها واقفة معاه بعد ما عرفوا إن الدكتور إيجمان عايز يعمل تجارب على سونيك وده هيسبب في إنه يموت. وسونيك لما لقى صاحبه بيدافع عنه قدر يستجمع طاقة كهربائية كبيرة. توم بياخد واحدة من الخواتم وبيرميها ورا الدكتور روب وبيقول كوكب الفطر، اي اسم جه على باله في الوقت ده. سونيك بيضرب مركبة الدكتور ايجمان ضربة قوية وبيقدر انه ينفيه لكوكب الفطر. الجزء الثاني من سلسلة افلام سونيك، دكتور روب هيفتح بوابة لعالم سونيك وهيجيب القبيلة اللي بتطارده لكوكب الارض، اللي هم اساسا شخصيات اقوى من سونيك بكتير. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة